ازيكم اغلى واجمل متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو النهاردة على بناء طلب احد المتابعين. متابع بيقول لي انا تاني مرة اتابعك على اليوتيوب، ممكن تقول لي ازاي بدأت قناتك على اليوتيوب وازاي بدأت في تربية الطيور؟ اول حاجة يا حبيب قلبي، اول ما بدأت في تربية الطيور كان على بطتين زي دول، ذكر وانتاي. كان عمري يوم، كان يعني جايين هدية من حد عز عليا، اداهم لي، قال لي يا عمرو خد ربيهم وابدأ فيهم التربية، وريني شطارتك بقى يا عمرو. فانا بقى اخدت البطتين دولت، كانوا سبحانك يا رب طلعوا ذكر وانتاي، فربيتهم وكبروا. عدى 6 شهور على خير الحمد لله. لقيت الذكر بدأ وشه يحمر، بدأ يعمل الصوت ده، سامعين اللي هو الصوت بتاع الذكر اللي هو بيعمله ده. ولقيت النتاية بدأ وشها يحمر، وبدأت أمسك النتاية من تحت قيستها، لقيت عليها بيضة. كان يوم الهنا عليا والسعد يا جماعة. جبت بقى فرحان بقى، نزلت الجري اللي هو يا ماما الحقيقة البطية عليها بيضة هتبيض. جبت بقى حاجة اسمها كده زي منخل مخروم من تحت، مقطوع يعني ملوش سلك. فجبته وحطيت فوائد قش، وحطيت تحت طوب، وحطيته على جنب كده في بوكسة، وفتحت البوكسة للبطية، حطيتها في أول يوم. تاني يوم لقيت البضايع في البوكسة. مع انك بقى تشوف الله النور، كان يوم عيد بالنسبة لي. بدأت بقى في تربية البط. فالبطية بقى فقست، بيضت لي 15 بيضة بالصلاة على النبي. الكلام ده كنا في تانية أو أولى إعدادي، وأنا دلوقتي في تانية ثانوي. فالمهم البطية طلعت لي 15 كتكوت. فجيت بقى تاني مرة لما طلعتهم بقى ربيتهم، فقلت لبابا يا بابا عاوز اعمل بوكس. قال لي حاضر هعمل لك بوكسة. بدأ يجمع في الخشب وعمل لي البوكسة ديت زي ما انتم شايفين الدورين دول. فجبت بقى البط حطيته فوق هنا وامه، وتحت بقى قلت يا عمرو لازم تجيب فراخ. البطية بقى باضت تاني ورقدت، اخدت انا البيض من تحتها بتاعها ووديته فقاسة. فالمهم جبت بقى بيض فراخ من واحدة جارتنا هنا، كان ايام زمان يعني، كانت البيضة ب3 جنيه ونص او 4 جنيه. فالمهم حطيت بيض الفراخ تحت البطاية، وبالصلاة على النبي 20 لقيت الكتاكيت طالعة تحت البطاية. كان يوم برضو عيد بالنسبة لي. جبت بقى الكتاكيت حضنتهم تحت عندي في الشقة يومين، وطلعتهم بقى تاني في البوكسة عين البوكسة، وجبت لهم بقى جبت لهم بقى تبن، رشيت تحتهم تبن وجرماطفي، وجبت لهم المنبه 100، وظبطتهم ودفتهم يعني، كنا في الشتاء. المهم بقى عدى 6 شهور، طلعوا بقى طلع ديكول بقى كله برابر، سبحانك يا رب. طلعوا فعلا ديكول بقى كله، انا كنت قلت يا رب يطلعوا كلهم برابر وديك، فعلا طلعوا برابر كلهم، وطلع ديك وسطهم. كانوا 10 بيضات او 15 مش فاكر. فالمهم بقى طلعوا، وربيت بقى الفراخ، والفراخ 6 شهور عدى عليها وباضت، بدأوا يبشروا معايا بالبيض. فرحت بقى، كان يوم عيد برضه بالنسبة لي. فالمهم بقى رقدت بقى البطاية بتاعتي على بيض فراخ وبيض البط. بدأت بقى أعمل مشروع لنفسي في البيت. فالمهم بقى بدأ البط يفقس والفراخ تفقس، أكلهم مثلا زي أسبوع كده وأحصنهم، وأنزل سوق الحد أبيعهم عند الطيور في سوق الطيور. فاليوم ده الصراحة جبتهم بسعر عالي جدا يعني، كنت أصغر عيل في السوق، وبسم الله ما شاء الله عليا 5 أنا أقسم بالله يا جماعة جبت فيهم سعر ممتاز جدا. بقى ماما مش مصدقة أنا رحت بعت البط. فلما بقى بعته وجبت بقى في سعر حلو، وجبت بقى شكارة علف. المهم البطية بقى تاني باضت وفقست، ربيت بقى عيالها. قلت بقى خلاص هرب البط مش هبيع منه حاجة. فلما بقى كنت بسمع ازاي بقى بدأت قناتي على اليوتيوب وكده. اول حاجة يا جماعة كنت بسمع ناس على اليوتيوب من زمان خالص خالص، يعني ناس كان نفسي ان اكون زيهم في يوم من الايام، وان شاء الله نوصل نبقى في يوم، يعني ان شاء الله هنوصل وهنبقى في يوم من الايام زيهم بامر الله. فالمهم بدأت بقى ان اصور على الذكر والبطاية والبط الصغير اللي طلع عندي. كانت بقى فتحت القناه بتاعتي، كان عندي الذكر والبطه دول، كان بقى الحوارات دي بقى خلاص كانت خلصت بقى، الذكر والبطه بقى كبروا وعجزوا وذبحناهم. فبقى بدات بقى بالبطتين دول، او الذكر ده والبطه دي، اول 2 بداوا عندي في القناه يا جماعه، اقسم بالله كانوا الذكر والبطه دي ما كانتش لسه جات. فالمهم بقى حتى لو جيتوا لاخر فيديو هتلاقي اول فيديو مصور عند القناه كان على الذكر والبطتين، كانت باضت معايا، كنت جايبها شمرت كده وباضت. بدأت بقى عليهم على اليوتيوب، بدأت بقى ان اتكلم واصور. كنت الاول بقى متوتر وانا بتكلم، كنت كده افتح الكاميرا احس ان انا هتاك. كنت متوتر توتر يا جماعه ما اقولكوش يعني. فكنت بقى خايف بقى ان اتكلم، خايف اعمل الفيديو فبقيت بقى اتجرأت شويه،
بدأت بقى ان اسمي الله وصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، حبيبي يا رسول الله. واني بقى افتح بقى على الذكر البطاية واصور، كانت البطاية باضت. كان يوم الهنا برضو بالنسبة لي. وبعدها بقى كان عندي فرخة، فالفرخة دي يا جماعة جت عندي رقدت. ما شاء الله، شايفين دي بتبيض اهي. كان عندي فرخة والفرخة بتاعتي رقدت، فحطيت لها بيض فراخ وطلعته برضو، وربيت بقى الفراخ 6 شهور برضو، وباضوا وفقسوا والدنيا بقت يعني منظر يعني الفراخ اما طلعوا من البيضة وباضوا، وبقيت احط يعني بيض تحت البطايه. فعملت بقى قطيع الطيور ديت، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. فكان عندي بقى، انا كان نفسي بقى اربي الرومي من زمان جدا جدا. فجبت بيضة رومي، قلت لواحد جارنا يا عم الحاج عاوز بيضة رومي، قال لي خد يا عم ما تغلاش عليك، اداني بضايه واحده. فالمهم البطه دي كانت راقده عليها، حطيت تحتها البيضه، قلت يا رب تطلع بربارة، يا رب تطلع بربارة. انا بقى الكتكوت طلع، انتظرت بفارغ الصبر، كان يوم الهنا لما الكتكوت الرومي طلع. فاكلته بقى اليوم ده بيضه كامله بقى، اقسم بالله يا جماعه قعد معايا 3 ايام ياكل بيض بس، بيض ولا علف، بيض ولا علف والميه. فقعد بقى 3 ايام عندي، لما كبر شويه وبدا يريش، كنت انا بقى رحت درس، جت اخت الله يمسها بالخير مطرح ما هي دلوقتي كل ما افتكر الموقف ده ببقى عاوز اقتلها من الضرب. فالمهم يعني مسكت الرومي شقلبته، مسكت كتكوت شقلبته من ورا كده، لقت السره بتاعت الرومي طالعه، فكرتها يا عيني حاجه لازقه، حاجه لازقه فيه، راحت تشيلها، شالت سره الكتكوت. جيت من الدرس لقيت الكتكوت الرومي بيلف حوالين بعضه في الكرتونه، كنت حاطه في كرتونه فوق هولندا. فالمهم لقيته بقى بيلف في الكرتونه وبيصوصو على الاخر، قلت يا ترى ماله وبيعمل ايه، يطلع في جروح ولا ايه النظام. قعدت بقى زعلان اقول يا ماما الكتكوت الرومي مش عارف ماله، قالت لي هيبقى حلو هيبقى حلو. جه بقى الكتكوت تاني يوم، قلت يا رب الاقيه حلو، حاطط له بقى مرهم على صورته. تاني يوم يا جماعه بص لقيت الكتكوت في الكرتونه ميت. تحس بقى على العيد بقى اللي عيطته كاني يعني ميت من عندي، ميت حرفيا من كتر العياط والزعل على كتكوت الرومي ده. فالمهم بقى بعد بقى ما مات لقيت اختي بتقول لي يا عمرو عاوز اقول لك على حاجه، قلت لها ايه؟ قالت لي انا الصراحه لما موتت كتكوت الروم. قلت لها ازاي؟ قالت لي شلت سرته، كنت مفكرها حاجه لازقه فيه، فشلت سرته فلقيته بيلف حوالين نفسه في الكرتونه ومات. قلت لها يلي بيكي يلا عليكي، يعني انت اللي موتيه في الاخر؟ قالت لي انا اللي ما قدرتش بقى اعمل لها حاجه عشان كان السند بقى واقف ورايا. مين السند ده يا عم؟ بابا الله يديله الصحه، كان بقى كانش بيخليني ازعل حد فيهم، وانا عندي اختين يا جماعه بنتين. فالمهم بقى قال لي مش مشكله تتعوض. جه بقى اتعرفت على واحد عزيز عليا اسمه القيصر، هو اسمه محمد بس شهرته القيصر يعني، صاحب قناه القيصر لطيور الزينه. فهو لقيته كلمني وفاصل معايا واتعرفنا على بعض، كانت عز المعرفه طبعا، وقال لي انا جايب لك هديه. كانت الهديه ديت ما رضاش يقول لي عليها اول حاجه. فالمهم بقى اتفاجئت اللي هو جايب لي جوز روم اللي هو هناك في الاوضه ده، ربته بقى والجزء والرومي بقى زي ما انتم شايفين دلوقتي، الرومي لسه زي ما هو على حاله اهو، ما عملتش في حاجه، لسه ما بطش حتى. حبه في حبه بقى لقيته برضو بعت لي جايب لي الوز والبط ده. ما شاء الله تبارك الرحمن. قولوا لي بقى رايكم في المكان بتاعهم الاول كده مبدئيا كده، نسيت اقول لكم رايكم في المكان. حاولت له بقفصه. طبعا بقى البطيه بتاعتنا قومتها من على بيض الفراخ لانها مش مستقره على الرقد، بدل ما البيض يعني يبوظ خلاص. فبقى جاب لي الوز، انا بشكرك جدا على الهديه الجميله ديت، انا كان نفسي اربيه من زمان بس شكله مش هيعنس معانا عشان بيزرزق الدنيا ميه. ما شاء الله تبارك الرحمن. فالمهم بقى بدات قناتي ازاي، بدات بقى اول فيديو ففتحت الفيديو على القناه، وبقى جيلي بقى مشتركين وناس تدعمني. لما بقى بقيت مستمر في القناه وربنا كرمني منها وجبت ال1000 متابع، فبدات بقى اصور على الطيور واجيب حاجات جديده واحده في واحده كده، حبه في حبه جبت طيور جديده. يعني نطلع السلم يا جماعه من اوله، مش نطلع من وسطه ولا من اخره، اللي بيطلع السلم بيطلعوا من اوله. فبقى ربنا كرمني وحبيت الشغلانه ديت وحبيت الطيور وحبيت المهنه. يعني كانت كل ده في الاخر مين اللي كان معلمني الطيور ديت من صغري؟ ستة الله يديها الصحه يا رب ويطول في عمرها اللهم امين. كانت هي كنت بربي معاها الطيور، كانت معلقاني بهم وانا صغير من صغري، وانا عندي 5 سنين كنت بطلع معاها على السطح احط اكل للطيور، كانت بتعلمني يعني. فهي بقى اللي علمتني في الطيور ديت، الله يديها الصحه يا رب ويجازاها خير. بس دي حكايتي يا حبيب قلبي. ما شاء الله. فحكايه بسيطه جدا، وانا حبيت ان اشاركها معاكم عشان كلكم تكونوا عارفين. طبعا بقى اللي كان برضو عاوز يعرف اسمي، مش عارف انت تقول اسمي الانجليزي، انا اسمي عمرو. عندك كام سنه يا عمرو؟ عندي 16 سنه. منين؟ انا من كفر الشيخ مركز قلي. ف طبعا بقى انا في تانية ثانوي علم علوم، ادعوا لي بقى بالله عليكم يا حبايب قلبي ان ربنا ينجحها ويسترها معايا السنه دي. ربنا ينجحنا يا رب انا وكل طلاب الثانويه العامه اللهم امين.
وبس كده يا حبايب قلب عمورة، دي كانت قصتي. يا رب تنال اعجابكم ورضاكم. داخلين على 10 دقايق، الفيديو ده طويل المرة دي. يا رب ينال اعجابكم ورضاكم الفيديو ده حبايب قلبي. ما تنسوش بقى عمل اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل. نسينا نشوف البيض، ثانيه واحده بعد اذنك يا اختي. بسم الله الرحمن الرحيم. 4 بيضات ولسه فرختين هيبيضوا تاني اهوت. 4 بيضات. يلا بقى يا حبايب قلبي، ما تنسوناش بقى في عمل اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد أول بأول من قناتي، قناة المربي الصغير. يلا يا حبايب قلبي، دمتم لي في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.